اطمن يا عمي، انا هحاول مرة واثنين وثلاثة، مش ممكن ابدا اسيب فرصة زي دي تضيع من ايديا. من ايدينا يا علي، انا معاك وبسندك بكل قوتي. وكمان عشان جهة التمويل قدامها اماكن كتيرة غير سوق بكوس. اميرة؟ طنط فريدة؟ علي، الحمد لله على السلامة. الو، ثواني. انا كان نفسي اقعد معاك يا اميرة، بس الوقت اتأخر. وده برضو كلام؟ البيت بيتك يا علي. اهي ماما قالت لك البيت ده بيتك وهيفضل مكانك فيه على طول يا علي. طبعا، مش ابن عمك. ايه؟ والكلام ده هيحصل امتى؟ طيب مكافئتك هتوصلك النهارده، وشكرا يا ست بتعة. راشد بيه، بعد اذنك يا علي. اتفضل يا عمي، اتفضل. تعال نطلع الجنينة بره، احسن هنا الجو خانقة. اظن الجنينة وحشتك، سنين طويلة عدت وانت بعيد عنها. الصحفي ده اللي اسمه حاتم وصلته مستندات خطيرة، وخلال ساعات هينشرها في الجورنال اللي بيشتغل فيه. هو الولد ده مش ناوي يجيبها البر ابدا؟ انا بقول نبعت الرجالة يدوله درس ما ينساهوش طول عمره. وتفتكر ده الحل؟ ما هو لازم يعرف انه لو تعدى حدوده هيتحاسب، والا هنبقى ملطشه للصحفيين يا راشد بيه. اسمع يا فتحي. نعم يا راشد بيه. هو الولد ده بيشتغل في جورنال حكومي ولا جورنال بالنيابه؟ يعني الا برخصه من بره مصر؟ جورنال برخصه من قبرص. ليه؟ هتعرف دلوقتي. اطلب لي رئيس التحرير، لا صاحب الجورنال احسن، وبشوف لنا مين اللي اداله المستندات دي. مكاتبنا بقت هي والشوارع حاجه واحده ولا ايه يا فتحي؟ انا سمعت يا علي انك انت ناوي تسيب الجامعة وتشتغل في البيزنس. دي مجرد فكرة، علي لسه جاي من بره، ولما يرتاح ويفكر بهدوء اكيد هيعرف يختار صح. صدقيني يا دكتورة فريدة، مع احترامي انك استاذة في الجامعة، انما اللي شفته وعرفته بره مصر يخليني اتأكد ان الحل الوحيد هو اننا لازم نبعد عن كلام الكتب والنظريات ده، ونشتغل في السوق بجد بايدينا، مش بالورقة والقلم. بمناسبة السوق، يا ترى سوق بكوس لسه زي زمان؟ تصدق انا بقالي يجي كده 15-16 سنة ما رحتش هناك. لو تحبي تشرفي انا تحت امرك. عمك الحاج مصطفى اكيد هيفرح لما يشوفك. اكيد يا علي، اكيد وحشته. هم الناس دول مش فالحين غير في القعاد على القهاوي؟ امتى بيروحوا يرتاحوا عشان يصحوا يشتغلوا؟ يا ترى توحة دي هتكون لسه في القهوة؟ الله، جرى يا علي، توحة ايه وخدوجة ايه؟ هي حلوة بصراحة غير كل البنات اللي شفتهم، حاجة كده هم مفترسة. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كنت عارفة انك هتيجي على هنا. ايه الابتسامة دي؟ موناليزا؟ منى مين؟ دي ابتسامة بصمة ملهاش زي. أظنها وحشتك وخدتها كعابي. ها؟ مساء الخير يا توحة، هي مين دي يا عم السيد اللي وحشتني؟ اسكندرية يا علي، شفتها؟ ملحقش، انما نفسي الحقيقة. كوباية الشاي اللي ما شربتهاش وانت رايح مشوارك. هي ولا واحدة قريبتها؟ قريبة الكوباية. الله يحفظك يا علي يا ابني. اشرب. توحة. نعمين. سكر لو سمحتي. قدامك السكرية يا علي. سلامة الشوف يا ابني. والله انت عارف يا عم السيد، انا خايف اتفسح في اسكندرية اتوه، دول 8 سنين انت عارف. ياه، عمر تاني. وكمان اسكندرية وسعت وشوارعها بقت ايه، اكس اكسترا، اكسبريسا، اكسلنتا. ايوه يا دكتور، نسيت لغوة الاسكندرانية ولا ايه؟ لا ابدا ما نسيتش، انما حاسس اني ما بقيتش عارفها زي الاول. خلاص، لو تهت تبقى كلمني اوصف لك السكة. ده المحمول بتاعي، خد سجل عليه نمرتك. يا ليلي وطي المدعو ده خليني اعرف اكلمك. ايوه اديني عطيته. جرى ايه يابا؟ من ساعة ما قفلنا القهوة وطلعنا وانت ماسك فروتي ونازل سلخ، ايه اللي جرى يعني؟ انت جرى لعقلك ايه؟ في كده يا بنتي؟ ايوه يابا، وفيها ايه بس؟ ما هي النمرة مع كل بياعين السوق، هي نمرة ضابط المباحث يعني؟ البياعين معاهم النمرة عشان لما يعوزوا حاجة من القهوة يدوك رنة، انما تديها لعلي ليه؟ عشان لما يتوه يسألني. الله، ما هو الكلام كان قدامك وانا عملت حاجة من وراك؟ احمدوا ربنا ان صابر ما شافكيش وانت بتديله النمرة. حمدينه وشاكرينه، كان هيعمل ايه يعني سي انصر الوز ده كمان؟ طب والنبي ومن النبي لو زودها معايا في الكلام لكن ضرباه في وشه ضبة ومفتاح واللي يجرى. ضبة ومفتاح؟ ليه؟ هو انا مخلف فتوة؟ بنت جدعة يابا ما تخافش عليها ابدا. بس بنت ما خافش عليك ازاي يا ام ضبة ومفتاح؟
ضبة ومفتاح وغزه كمان. تحب تجرب؟ يا اخي اهدى بقى، خيلتني. الله، في ايه يا حاتم؟ معلش يا استاذ ابراهيم، انا اول ما عرفت ان الجرنال بيتطبع خلاص وانا مستني على نار وصول نسخ اسكندريه. الكلام ده يقوله حد اول مره يتنشر له حاجه، انما انت بقالك سنين في الشغلانه. والشغل اللي 12 في السنين اللي فاتت دي كوم، والعدد بتاع الجرنال ده كوم تاني. ليه يعني؟ عشان التحقيق اللي انت عملته عن راشد؟ ولا تشغل بالك، ده مجرد نقله بالنسبه لك. لعلمك بكره تتعود على الخبطات الصحفيه الكبيره ويبقى اسمك اشهر من نار على العلم. الله يا ابني اهدى واركز. حاضر يا استاذ ابراهيم، حاضر. اقول لك استنى، انا هطلب الجورنال في مصر عشان تطمن، ولو ان الوقت متاخر بس معلش. يا ريت. الو، مساء الخير يا استاذنا. ابراهيم سرور مدير مكتب اسكندريه مع حضرتك. هو العدد الجديد انطبع؟ ها؟ ايوه بالتوفيق ان شاء الله. مع الف سلامه يا استاذنا. لا 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 لا، اقفل سعادتك الاول. ايوه مع السلامه. حته عيل يعملوه رئيس تحرير، ابن مرات صاحب الجورنال يا سيدي. المهم يا استاذ ابراهيم، قال لك ايه على العدد الجديد بتاع الجورنال؟ انطبع، ونظرا لوجود صفحات تهم الاسكندريه بشكل خاص، واخد بالك، بشكل خاص، بعت للمكتب نسخ من القاهره مع مخصوص. مبروك يا حاتم يا ابني. الله يبارك فيك. فتحي، ايوه يا اميره. ممكن تسيب اللابتوب اللي في ايدك ده وتبصلي وانت بتكلمني؟ وانا بلعب بشوف البورصه اخبارها ايه. يتهيألي انا اهم من البورصه والفلوس. طبعا يا روحي، وانت عندك شك في كده؟ يبقى تقفل الهباب اللي في ايدك ده وتكلمني. اميره في ايه؟ انا بقيت عضوة في جمعيه خيريه كبيره قوي. والله مبروك يا ستي. ممكن بقى اشوف شغلي؟ طب يا سيدي انا قررت البس النقاب. ايه؟ حمد لله على السلامة يا علي. انت لسه سهران يا حاج؟ هو أنا يجيني نوم وانت بره البيت؟ انت نسيت ولا ايه؟ عمر ما عيني كان يغمض لها جفن الا وانت في سريرك نايم ومتغطى. يا حاج ده كان زمان، وقتها كنت لسه صغير. وكبرت دلوقتي يا علي. مفيش حد بيفضل على حاله يا حاج، وما تنساش اني عشت 8 سنين بره مصر. مين بقى اللي كان بيغطيني وينيمني في سريري في ال8 سنين دول؟ قلبي يا علي، قلبي هو اللي كان بياخد باله منك ويراعيك في غربتك، لأنه كان راضي عنك وانت بتذاكر وتدرس عشان ترجع بأعلى الشهادات. كان راضي عنك؟ دلوقتي ايه؟ مبقاش راضي عني يا حاج. ليه؟ كل ده عشان قررت احدد مستقبلي بنفسي وابقى علي مصطفى ابو جرانة، مش اي حد تاني. حتى لو الحد التاني ده احن انسان عليا واحبهم واغلاهم في عينيا. ومين قالك اني عاوزك تبقى صورة مني؟ بس ما تبقاش دلدول لراشد يغويك وتنحت معاه في المالح وما ينوبك الا التعب والتوهة، ومش بعيد الغرقة يا ابني. يا حاج انت كمان لازم تثق فيا، انا مش صغير، وعمر ما حد هيقدر يخدعني او يخليني اعمل حاجه انا مش عايز اعملها. الخوف يا ابني تبقى عاوز تعمل اللي عاوز راشد يعمله، وما اقدرش اقول لك انا هجهز لقمه نتعشى سوا على بال ما تغير هدومك. ادخل يا ابني اوضتك، تلاقيك وحشها قوي يا علي. جدع اللي جايب الجرايد ده اتاخر كده ليه يا استاذ ابراهيم؟ ده جاي من مصر القاهرة. هو اتحرك بقى له اكتر من 3 ساعات، الانتظار ده حاجة مرة قوي. اللي يتحمل مرار الصبر يهون عليه اي مرار تاني. عموما تلاقيه على وصول. ها مش بقول لك اهو وصل. الو يا علي، توحى، على طول كده؟ هو ايه ده اللي على طول كده؟ يعني انت لسه واخده الرقم مفيش من ساعه، ايه لحقت اوحشك؟ لا 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 لا، انا بس خفت لا يكون الرقم غلط قلت اجربه. وجربتيه يا توحى؟ يا سي علي جربته. بقول لك
انت ناوي بكره تنزل ان شاء الله، يعني تروح مشوار كده ولا كده؟ مشوار كده ولا كده؟ بتسالي السؤال ده ليه؟ في حاجه؟ عشان اوصف لك تركب ايه وتنزل فين. عموما يا توحه لو احتجتك توصفي لي السكه هكلمك على طول. لا ما تكلمنيش، اديني رنه بس، اصل انا لسه شحنه كارت ب25. والله. اقول لك تصبحي على خير. وانت من اهله يا سي علي. وانت من اهله يا علي. هو انت كنت بتكلمي حد يا توحه؟ دي البت ريم القيحه دي، والنبي تقعد تدي رنات ولما اجي ارن لها تفتح عليا، والنبي اللي انا واخده منها نص جنيه تمن المكالمه. ايه ده؟ مش ممكن. فين التحقيق اللي بعته؟ صفحتين اعلانات عن مؤسسه ابو جرانه. ايه اللي بيحصل ده يا استاذ ابراهيم؟ عادي يا حاتم يا ابني، انا قلبي كان حاسس بكده. يمكن الموضوع ملحقش العدد وهينزل العدد الجاي. انت مصدق اللي بتقوله ده يا حاتم؟ خلاص راشد ابو جرانه ظبط الموضوع مع صاحب الجورنال، ومش بعيد يجي لك قريب جواب شكر وتاخد استماره 6. ريتني كنت صورت المستندات، على الاقل كنت انشرها في مكان تاني. واضح ان راشد بيه ايده طايله اكتر مما نتصور. بص يا ابني، انت من دلوقتي تحاول تدور على جورنال تاني تشتغل فيه. متهيألي ان لقمة عيشك هنا هتبقى صعبة بعد كده.